يعني انا مش قادر اتذكر مواقف علقت معايا قوي اكتر من الروح كانت جميله. يعني انا كنت حاسس ان انا مش، ودي في فرق كبير جدا. ممكن يعني حد من المنصوره يكون عنده الفرق ده، ان انا كنت ناس كتير من المنصوره انا كنت عارفهم كانوا معانا في السجن، فانا كنت بشوف اهاليهم في الزياره، هم معايا في الزياره، فانا كنتش حاسس ان انا بعيد قوي. وبعدين فكره ان ليك معارف ممسوكه بتحسسك بنوع من بيسموها ايه، خلينا نقول نوع من المؤازره، لان انت مش لوحدك. سوليداريتي. في ناس كتير بنفس الاهتمامات ونفس الفكره ونفس الغايه، يعني بلدنا تبقى احسن. كانوا معاك وكانوا كلهم شباب زي الفل، وشباب يعني جيراني وكليات قمه وكليات، عشان بس ما نتكلمش على كليات القمه وكده، ما بحبش الكلام الموضوع ده، لكن ناس متعلمه وفاهمه، مش يعني مجرمين زي ما احنا بنقول او بيقولوا علينا ارهابيين يعني. صحيح. فلا الجو كان عام راقي، كنا مستفيد من بعض يعني يعني. اغلب الفئات اللي كانت موجوده طلبه، هل الناس كان عندنا عاديه؟ طلبه وخريجين ومتجوزين. دول ما بتعتبرهمش مع دي الفئه لوحدهم متجوزين دول؟ هو انا بدأ بحطهم في خانه لوحدهم صحيح. لان انا بعتبر ان المتجوز في السجن معاناته مش زيي صحيح، عنده كواحد اسره مش بره. متجوز طبعا. لا يعني فكره الاباء والابوه ومشاكل الاولاد، انا كنت بحب اسمع للناس الكبيره. فاكيد طبعا انا شايف ان لا اصعب. احنا كنا كشباب صغار ما بنفكرش غير في نفسينا. ايوه يعني هو يعني مش هنقلل من معاناتنا، صحيح. لكن الحق ان احنا نقول ان المتجوز في السجن وعنده عيله بيفكر في العيله، اكيد بيفكر فيهم. غير انت بتفكر في اختي وكده، انا يعني مع السلامه، انا ممكن اروح في اي يعني في اي مشكله يعني عادي في اي داهيه. بس هو اولاده هو مسؤول عنهم، انت مسؤول عن عيله. صحيح. فاهم. ف... لا في فرق. فانا حاطط الناس خانات يعني. عشان انا كنت احب اقدر كل واحد بمعاناته يعني.